بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وتكملة الجزء الثاني من الجزء الأول اللي احنا ابتدأناه وسلسلة حلقاتنا أول مرة أسافر بره. ابتدينا معاكم وقلنا أول رحلتنا من مطار القاهرة أو من مطار إحدى الدول العربية لأوروبا. أنت مسافر بره دراسة أو تصريح عمل أو حتى سياحة أو متزوج من أوروبية. إزاي التجربة الجديدة اللي احنا ابتديناها لو أنت أو أنت أول مرة نسافر بره؟ ابتديناها من المطار لحد ما نطلع لحد سلم الطيارة ويلكم ان بورد فيتاما نا بوكواديا. دلوقتي هنبدأ معاكم إن شاء الله الجزء الثاني، بس باختصار كده هنعمل زي سمري أو تلخيص للي جه في الجزء الأول. قلنا أول حاجة وإحنا بنسافر وإحنا رايحين للمطار لازم نتحقق من حاجات مهمة جدا. لازم نتحقق من المعلومات اللي موجودة عندنا عن التذكرة وعن الرحلة. ممكن نتكلم شركة الطيران، ممكن نستعلم منها عن كل حاجة عشان نكون في الوقت المحدد عشان ما يحصلش أي مشكلة. نتحقق كمان من الوزن المسموح او لو كان عندنا وزن زائد، لان انتوا عارفين ان في اغلب الاحيان لو عندنا وزن زائد بتكون مشكله عويصه جدا جدا. ما نستقلش باي حتى لو ربع كيلو او نص كيلو زياده، لان في اغلب الاحيان ممكن تحصل مشكله ويتلغي الحجز بتاعنا. اكيد ما نطلعش ما نسافرش فوق. نفس القصه لو عندنا اي ممنوعات اي حاجات معينه، لو كنا مثلا مرضى زي مرضى سكر او اي حاجه، لازم يكون معانا تصريح بكده او ورق بكده عشان نوريه واحنا في المطار جوه. نفس القصه لازم نكون معانا الاوراق المهمه زي تصريح السفر او الموقف من التجنيد وحاجات تانية كتيره جدا. لازم نكون في الميعاد المحدد قبل اقلاع الرحله بحوالي ساعتين او ثلاثه لاجراءات السلامه والسكيورتي الموجوده في المطار. لازم كمان نتحقق من كل حاجه موجوده جدا، من الملابس، من كل حاجه موجوده جدا ناخدها معانا، ما ناخدش حاجات كتيره جدا وحاجات تكون مريحه جدا لنا في السفر. طبعا اول ما ندخل اول حاجه باول منطقه اللي هي بتاعه السكيورتي واحنا بنعدي عليها، الضابط او العسكري بياخد مننا الباسبور، ده روتين مهم جدا. بعد كده بنحط الشنط بتاعنا على السير بتاع الحقائب وبنعدي تفتيش ذاتي. في اغلب المطارات ممكن نخلع الحذاء، بنخلع طبعا كل حاجه بنحطها في طبق، اي حاجه معدن، فلوس، في البطاقه، الحزام بتاعنا، بنطلع اللابتوب او التليفون، بنحط كل حاجه موجوده جدا لوحدها، بنحط هدوم او جاكيت بكل لابسينه. وبعد كده بنعدي من السير، عيننا بنكون على اللوحه الالكترونيه بنشوف الرحله بتاعنا، رقم الرحله، التيرمينال والساعه. عشان ايه؟ عندنا تروح على الكنترول بتاع الكاونتر بتاع تشيك ان عشان نعمل تشيك ان. بنحاول نروح نشوف لو رحلتنا رحله للوت، رحله اللوفتهانزا او الخطوط الايطاليه، اي رحله موجوده عندنا اللوحه الالكترونيه الموجوده في الدول العربيه اللي احنا طالعين منها، بنروح على طول بنعرف الساعه كام، الكاونتر بيفتح ونروح نقف في الصف هناك، بنتكلم مع الموظف او الموظفه وبعد كده بندوا البيانات بتاعنا، الباسبور والتذكره، وبيشوف لا اما كان كارت اقامه او الفيزا اللي احنا واخدينها او لو شخص معاه الجنسيه او الباسبور او اي حاجه وما شابه. احنا طالعين اول مره بنوريه طبعا الباسبور والفيزا بتاعنا. بنبدا هنا بناخد مننا اول حاجه زي الاستيكر على الشنط. عندنا قطعه واحده للشنطه حسب ما تكون 20 22 23 كيلو، بتحقق من الوزن، بتحط من تحت وناخد عليها ستيكر، والشنطه بتحط فوق في الكابينه من فوق. ولازم اي ممنوعات ممنوع ناخدها معانا، اي سوائل، اي ليكويدز، اي روائح برفانات او اي حاجات من دي ممنوع ناخدها. لازم نتبع اجراءات السلامه والحرص هنا اللي موجوده هنا طبقا للاتفاقات الدوليه. بعد كده بنعدي بعد كده بنروح على اللي هو بتاع ضابط الجوازات. قبل كده بناخد هنا ورقه بنملاها بكل حاجه، رقم الباسبور، رقم الرحله، رايحين فين، اسمك، سنك، عنوانك، السكن اللي موجود. وبعد كده بنسلمها للضابط اللي موجود ده عشان ناخد ختم الخروج. انت خرجت خلاص من الدائره، دلوقتي بنسميها الدائره الجمركيه، بنخش على مرحله تانية بنقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بيك، وبتعدي وبيديك هنا ختم الخروج. طبعا يكون معانا الموقف التجنيد وحاجات تانية عشان ما ناخدش اي مشكله. ممكن بيوقفك شويه يتحقق، ممكن يكون اسمك متشابه مع اسم شخص تاني او اللقب او اي حاجه، لازم نكون ريلاكس هاديين جدا. دي حاجات امور طبيعيه بتحصل عندنا في اغلب الدول بتاعنا. بعد كده ندخل جوه على صاله زي التيرمينال او صاله الترانزيت اللي احنا بنستناها جوه. ممكن نتفسح، نشوف محلات لبس، ديوتي فري، سوق حره، ممكن تشتري اي حاجه خاليه من التاكس او من الضرائب، او بعد كده ناكل ونشرب لحد ما نستنى الطياره بتاعنا. علينا برضو على اللوحه الالكترونيه اهم شيء الجيتس او البوابه، ونسمع الاذاعه الداخليه. ممكن في اي لحظه من اللحظات يتغير الميعاد بتاعنا بتاع الطياره، يتغير الجيت حتى في الصاله او الترمينال اللي احنا مستنيين جوه فيه. بعد كده اول ما نبدا اول حاجه ان شاء الله بنسمع الاذاعه الداخليه بتعلن هنا عن الطياره بتاعنا، بنروح على الجيت او البوابه مهمه جدا جدا، بنبدا ما يكون معانا التذكره احنا خدناها البوردنج باس،
وبنبدا نوري هنا للموظف المختص نص التذكره والنص الثاني بنطلع بسلام الله من خلال تيوب الانبوبه او السلم اللي موجود هنا الاتوبيس، او ان احنا بنمشي لحد سلم الطياره حسب ما يكون النظام الموجود في اغلب مطارات العالم. وبعد كده ان شاء الله برضو بقول لكم من خلال ضابط الجوازات ده او تاخد عليه ختم الخروج، ممكن تكون هنا بناخد بصمه العين او بصمه اليد في اغلب المطارات الموجوده، عشان بعض الاجراءات الامنيه في اغلب الدول اللي احنا رايحينها. واحنا طالعين على سلم الطياره لو بنكون من ورا او من قدام بنطلع فوق بنلتزم بكل الالتزامات اللي موجوده عندنا، بنطلع بنحط الشنطه بتاعنا فوق في الكابينه من فوق، وبنقعد لو رقم بتاعنا الشباك او في الوسط او في بره في الممر. بعد كده بنسمع للكابتن وللمضيفه وكل حاجه سلامه الاجراءات الامنيه المحدده، بيورونا كل حاجه معينه، ممكن نقرا دعاء السفر، ممكن بننام، ممكن بنسمع موسيقى او قران، لحد بعد كده ان شاء الله برضو الكابتن بيقول بعد السلامات السيفتي ان احنا بنعمل اول حاجه تيرن اوف او ان احنا سويتش اوف لجميع الاجهزه اللي عندنا سواء كمبيوتر او لابتوب او تليفون لدواعي امنيه موجوده فوق. وبعد كده ويلكم ان بورد ان شاء الله هنا بيجي بعد كده الاكل او المضيفه، لان احنا عندنا دايما واحنا بنحجز الرحله بتاعنا بيكون هنا في ممكن تختار الوجبه اللي انت عايزها سواء كان فيجيتيريان او اسماك او لحوم. وبعد كده ان شاء الله بننزل بعد كده بسلامه الله لما بنكون بنقرب من اللاندنج. وطبعا بتحصل بعض الاضطرابات مثلا زي اللي هو فوق الاهتزازات الجويه مثلا او التوربولانس، فده حاجات طبيعيه جدا لاول مره تسافر، وممكن بيكون عندك حاجات في الاذن. وبعد كده ان شاء الله ما تقلقش، وممنوع ان انت حتى ان انت تفك حزام الامان للسلامه بتاعتك اللي موجوده بتاعك. وبعد كده ان شاء الله لما بنعمل لاندنج وبننزل ان شاء الله في اخر محطه لينا سواء كانت في وارسو او في اي دوله تانية في اوروبا ان شاء الله، قلنا بنمشي في الصف بنمشي معاهم لحد ما نروح برضو لحد ظابط اللي موجود بناخد منه ختم الدخول. وبعد كده ان شاء الله برضو بيسالنا ظابط اللي الموجود هنا عن اي حاجه، لو انت دراسه اكيد بيسالك العنوان بتاعك والسكن، جايت اول مره الاوراق بتاعتك كلها اللي هي الاصل بتاعها لازم بنوريها له ان شاء الله، ولازم نبينها السكن بتاعك بتاع الجامعه لو انت رايح لزوجتك او انت رايح سياحه او انت رايح بتصريح عمل. الحاجات دي كلها مهمه، ممكن تكون بالنسبه لك مش مهمه بس دي حاجات مهمه جدا جدا جدا. وبعد كده ان شاء الله بنطلع بعد كده بناخد خدمه دخول ان شاء الله، بنمشي لحد ما بنوصل ان شاء الله على السير عشان ناخد الشنط بتاعنا، بندور الرحله جايه منين، رقم الرحله بتاعنا مثلا من القاهره، وبناخد الشنط بتاعنا. اخر حاجه ان شاء الله بنشوفها اللي هي ايه، اللي هي الكاستمز او ضابط بتاع الجمارك، ممكن برضو وقفنا لاجراءات امنيه عاديه جدا، ممكن يكون للناس اللي جايين من خارج دول الاتحاد الاوروبي في ممنوعات في اكل في شرب اي حاجه، فما نقلقش من كده. الحمد لله مرحبا بكم مره اخرى، ودلوقتي هنبدا نتكلم ان شاء الله عن مرحله الترانزيت، فخليكم معنا. دلوقتي مرة تانية بنتكلم عن المرحلة التانية اللي هي مرحلة الترانزيت. ده كله لو كنا مسافرين طبعا تم دايركت لإحدى الدول الأوروبية أو لبولندا. لو احنا النهاردة عاملين ترانزيت، الترانزيت هو ايه؟ ان احنا بنحاول عن طريق دوله تانية بنحاول نشوف مثلا ارخص التذاكر اللي موجوده، بنعمل مثلا ترانزيت في فرانكفورت في ميونخ او في ميلانو او في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي الثانيه. طبعا في ناس سالتني هل لو انا بعمل ترانزيت مثلا هنا هبدا اخرج من التيرمينال بتاعي او المبنى بتاع الركاب، او ان انا مثلا اتطلب مني فيزا شنجل؟ لا، لان دوله من دول الاتحاد الاوروبي ما بتطلبش شنجل، انت معاك فيزا شنجل، فهنا بتكون في نفس المبنى او التيرمينال ده. فاغلب الاحيان ممكن بتغير التيرمينال بتاعك، زي مثلا فرانكفورت مطار كبير جدا وصاله كبيره جدا، ممكن نغير بنروح نركب اتوبيس تاني داخلي بس في تيرمينال تاني، بس في اغلب الاحيان بنكون في نفس التيرمينال او المبنى بتاع الركاب، وعندنا دايما على اللوحه الالكترونيه، عندنا دايما على المواعيد وعلى الجيت وعلى كل حاجه. ونفس الحاجه اللي احنا عملناها واحنا هناك موجودين برضو بنعملها في الترانزيت، بنعدي على السير، اجراءات امنيه، بنحط الشنط تفتيش، نخلع الحزام، الفلوس، المعدن، كل حاجه موجوده جدا، جهاز التابلت، ما تقلقوش من الكلام ده كله. بعد كده عايز اقول للناس لو احنا عاملين ترانزيت يستحسن من احدى الدول العربيه اللي احنا جايين منها او من مصر نسال في التشيك ان او في الكاونتر ان احنا هل الشنط بتاعنا هناخدها ان شاء الله في الترانزيت ولا هناك في اخر محطه. لان قبل كده حصل معايا وانا مسافر من البرتغال لبولندا ترانزيت في انجلترا ان انا نسيت وما عرفتش اخد الشنط بتاعتي في الترانزيت، افتكرت انا اخدها في اخر محطه، بس عن طريق شركه طيران كنت حاجز عليها للاسف كان لازم اخد الشنطه وكنت هنساها الحمد لله في اخر لحظه، فلازم نتحقق من كده. في بعض الناس بيقولوا النهارده لو انا حبيت اعمل حاجه اسمها سيلف ترانسفير، انه بيكون الطيران رخيص جدا بس انا ابدا اخد الشنط بتاعتي لوحدي من هنا، ده تكلفته رخيصه جدا بس مخاطره. طب ليه؟ يبقى انا الحمد لله احجز على شركه ترانزيت يكون موجود ويكون اقصى حاجه مثلا 6 ساعات مش اقل من كده، عشان لما امشي في المطار هناك ما ضيعش او ما توهش. يبقى انا عندي فتره معينه ابدا ادخل اتخرج ادخل الحمام اعمل اي حاجه، ودايما ببص على اللوحه الالكترونيه الجيت بتاعتي الرقم اللي موجود دايما لان تذكره عليها دايما رقم الرحله، التيرمينال، الساره، الوصول. حتى بالترانزيت نفس القصه، الجيت ما بتتغيرش وانت واخدها من اول مره من مصر او من الدول العربيه، عارف كل حاجه. لازم ودننا وعينينا بنشوف وبنسمع الاذاعه الداخليه، بنقعد
كام ساعه في الترانزيت، وبعد كده ان شاء الله بنتحرك على الطياره بتاعنا نطلع فوق ان شاء الله، بنوصل نفس القصه ونفس الاجراءات اللي عملناها، التفتيش وكل حاجه، مفيش اي حاجه غريبه جدا. بعد كده ان شاء الله لو احنا في المانيا او في ايطاليا او في النمسا بننزل تاني ترانزيت ان شاء الله، بنروح مثلا بولندا او اي دوله تانية، مفيش اي مشكله، نفس الاجراءات الاولانيه بنعملها في نفس الاجراءات التانية لحد ما بنوصل بالسلامه ان شاء الله. بعد كده ان شاء الله لاخر محطه بتاعه الوصول، مرحبا بكم، وبنوصل تاني ان شاء الله بالسلام، نطلع من سلم الطياره من خلال الاتوبيس او من خلال التيوب الانبوبه، وبننزل من الخلف او من الامام، وبعد كده ان شاء الله بننزل نفس القصه، بنستنى في الصف عشان ناخد ختم الدخول، ونوري كل حاجه تانية اللي هم الحرس الحدود بيسالنا لو انت طالب اسمك سنك عنوانك رايح فين، اسم الجامعه، العنوان، كل حاجه من ديت، السكن بتاعك، بيكلمك بالانجليزي بالانجليش عن الدراسه، لو انت متزوج او انت مثلا اكيد رايح هناك سياحه اول مره، او انت مثلا رايح بتصريح عمل، كل الحاجات دي مهمه جدا نتكلم بيها، ما نقلقش، نكون دايما ريلاكس، عشان الحمد لله كل حاجه حتى في الجمارك في الكاستمز نكون ريلاكس جدا، ما فيش اي مشكله، بنخرج بسلامه الله. هنا بيبقى الحمد لله دخلنا خلاص اول مرحله وخرجنا للعالم الجديد للحياه الجديده، ونقول لكم الحمد لله مرحبا بكم، وبننزل هناك ان شاء الله. ده كان الجزء الثاني بتاعنا، عملنا ملخص للجزء الاول وده موضوع الترانزيت، وان شاء الله بعد كده هيكون في موضوعات تانية مهمه جديده جدا، ممكن الحاجات اللي احنا نعملها في اوروبا مش شرط بولندا بس، والحاجات اللي احنا ما نعملهاش وحاجات تانية هسيبها لكم مفاجات ان شاء الله. كان معاكم عمر المهاجر وقناتكم قناة المهاجر، اشوفكم على خير، ما نستناش نعمل سبسكرايب واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشار الفيديو لان الدال على الخير كفاعله. اشوفكم في رعاية الله ان شاء الله.